مفيش عيل مش مطلع عين اهله، من ساعه ما بيتولد بيصدعنا بعياطه وما ينيمناش. حرام حرام يا ابني عليك حرام. ده غير الفلوس اللي عمال يحرقها، لبن وبامبرز وغيره، عكس كل احلامك في اي حد ينفع تحبه، لان محدش بيقول يا رب تعسني. ومع ذلك الفصل ده اللي انت لسه عارفه من كام اسبوع في حته لوحده، وعندك استعداد تديله عمرك من غير تردد. ده روحي 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 روحي. عايز تعرف روحك ليه؟ ده اللي هنتفزلك فيه النهارده. اي حد خلف منكم جرب احساس الحب والخوف اللي بيتزرع في قلبنا بمجرد ما بنشيل عيالنا لاول مره. زرعه بتراقبها كل يوم وهي بتكبر قدامك واحده واحده، وبتتمنى في الوقت ده انك تكون لحقت تتعلمه اللي يخليه يقدر يواجه الدنيا الصعبه دي لوحده. سف على عمه. الستات هتفهم اللي انا بقوله اكتر من الرجاله، لان الخوف ده هو اللي بيجيب لهم اكتئاب بعد الولاده. الرجاله في الغالب ATM وخلاص. يا عنب احنا اتخلقنا عشان الستات تذل فينا. مش بمزاجك، حسب نظريه التطور انت عايش عشان تخلف وتنقل جيناتك الحلوه دي للاجيال اللي بعدك، وكل ما كانت جيناتك احلى وانسب كل ما كانت فرصه نقلها وبقائها اكتر، وده يخليك تكسب اكتر من غيرك في مسابقه التطور، علشان في الاخر البزوايه اللي قدامك دي تبقى هي المنتج. بالله عليك دي جيناتك في الجيل الجديد، او بالاصح نصها، وبقائك يا حلم مرتبط ببقائها. طب تخيل بقى لا قدر الله ان في خطر بيهدد الغلبان الصغير ده، اكيد مش هتسكت وممكن تضحي بحياتك عشان تنقذه. بس التصرف ده ملوش معنى واضح في التطور، لانك لو مت مش هيبقى عندك فرصه تاني انك تخلف، فليه تضحي ب100% من جيناتك عشان تنقذ 50% بس؟ ايه الغباوه دي؟ حسبه خسرانه بس ليها تفسير منطقي. عالم البيولوجي W.D. هاملتون طلع معادله تفسر ده. عوامل المعادله بتتكون من 3 عناصر: تكلفه التضحيه عليك، الفايده للشخص التاني، والعلاقه اللي بينكم. CRB. المعادله دي بتقول لو التكلفه عليك اقل من الفايده على الشخص التاني مضروبه في العلاقه اللي بينكم، ساعتها التضحيه دي يبقى ليها لازمه. يبقى علشان تاخد اصلا قرار التضحيه لازم الشخص اللي هتضحي عشانه يبقى قريبك، لانه لو ما يقربلكش الار هتبقى زيرو، وبالتالي التكلفه ساعتها هتبقى كبيره جدا قصاد المكسب، وتضحيتك ساعتها هتبقى بطوله. هموت اعرف مين اللي زقني، هموت. طب لو فرضنا واتحطيت في اختيار ابنك ولا اخوك، والاثنين ليهم نفس درجه القرابه، الار بتساوي نص، لانهم بيشاركوك في نص جيناتك، ساعتها هتحتار، بس في الغالب هتختار ابنك. خونه خيانه. والتطور هنا ليه راي برضه، ابنك هو المستقبل، وفرصه انه يخلف وينقل جيناتك للاجيال اللي بعده اكتر منك ومن اخوك، وكل طفل هيخلفه هيشيل نص جيناتك اللي انت مديها له، يعني تضحيتك استثمار هيغطي تكلفته مع الوقت. من الاخر احنا بنحمي جيناتنا الموجوده في قرايبنا انها تكمل للاجيال اللي بعد كده، وده ميكانيزم اسمه كين سيلكشن. مش ملاحظ انك مزودها شويه في الانجليزي الكتير دي؟ انا اسف، الجزء اللي انا حكيته لك ده هو الجزء الملموس من القصه اللي التطور بيحكمه، لانه ما ينفعش ما نجيبش سيره الحب واحنا بنتكلم على عيالنا. حبنا ليهم ليه تاثير زي تاثير الجينات، يمكن اكتر، لانه بيبقى نوايا لاي حب بيعدي عليهم في حياتهم، وبيبني شخصيتهم وبيأثر على مستقبلهم، وبيساعدهم ياخدوا قرارات مهمه في اوقات صعبه زي فتره المراهقه بخصوص الجنس والمخدرات. الاطفال بيتولدوا ملايكه طيبين اجتماعيين كرمه متعاونين بيثقوا في اللي حواليهم. لا اوعى تقول. لا هقول، احنا اللي بنحولهم بطريقه حبنا ليهم لانانيين وحشين ومليانين حقد وكره وقتالين قتله. علشان كده شكل الحب اللي بيننا وبينهم لازم يتطور ويتغير من مرحله للتانيه، بس يفضل موجود ومش مشروط. التوازن والمرونه كمان مهمين في الحب والتربيه، لا تبقى السيد ولا ني وعمال توزع حب وفلوس وخلاص. لازم يبقى فيه رولز، حزم من غير قسوه وحب من غير دلع. الخلاصه إن حبنا وحمايتنا لعيالنا فطرة مزروعة في قلوبنا، بس لازم نستعملها صح عشان نقدر نقدم منتج كويس للمجتمع، مش جينات وخلاص. الموضوع صعب، ولو مش قد الخلفة أبوس إيدك ما تخلفش. أنا جابر الشرقاوي عم أشقة مصر وعميد المجرمين، يطلع لي واد حفيد يمرمط سمعتي في الأرض.